طب الهجرة بقى، لا الهجرة بقى ده باع كل حاجة، باع أرضه، باع ممتلكاته، باع كل حاجة، وساب أهله وساب أبوه وساب أمه وغير جلده تمام وراح واخد بعضه ومسافر. اللي راح سويسرا واللي راح أمريكا واللي راح ألمانيا واللي راح إنجلترا، وكل واحد راح في مكان وراح قعد ونسي كل حاجة. دي اسمها هجرة، مش باكي على عودة، دي هجرة. هي نفس الهجرة دي كنا عايزين نطبقها في حياتنا مع المعاصي. احنا بنترك المعصية، بس تركنا للمعصية مش الأصل. الأصل هجرة المعصية. فرق بين ترك المعصية وبين هجرة المعصية. خليني أقول لك، الهجرة معناها الترك. هي نفس الهجرة دي كنا عايزين نطبقها في حياتنا مع المعاصي. احنا بنترك المعصية، بس تركنا للمعصية مش الأصل. الأصل هجرة المعصية. فرق بين ترك المعصية وبين هجرة المعصية. خليني أقول لك، الهجرة معناها الترك. في الشرع الخروج من أرض الكفر إلى أرض الإسلام. في الشرع إيه الهجرة؟ الخروج من أرض الكفر إلى أرض الإسلام. لما بنتكلم عن الهجرة يبقى المراد بها هجرة النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة، ودي انتهت، اللي هي من مكة إلى المدينة بس، انتهت بفتح مكة سنة 8 هجرية. لكن الهجرة انتهت كلها؟ لا، ما انتهتش، ما زالت باقية. هو ده اللي بيقرره العلماء في كلامهم عن أنواع الهجرة. هو ده اللي بيقرره العلماء في كلامهم عن أنواع الهجرة. في كلامهم، لأن أنواع الهجرة بيعرفك إيه هي الهجرة. الإمام القرطبي وهو بيشرح الآية ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، الراجل قال إن الحقيقة الهجرة دي 4 أنواع. الهجرة كم نوع؟ 4 أنواع. أول نوع من أنواع الهجرة الهجرة إلى المدينة لنصرة النبي، ودي انتهت. تاني نوع هجرة من أسلم في دار الحرب فإنها واجبة. خد بالك بقى من هجرة من أسلم في دار الحرب دي. يعني واحد مثلا في بلد محاربة للإسلام، بيتحارب بلده وبلده مسلمة، ساعة لما يبدأ الحرب يجب عليه أن يترك أرض العدو وأن يرجع إلى بلاده. هجرة من أسلم في دار الحرب. طب لو واحد أسلم، كان كافر وأسلم في بلد من بلاد التي تحارب الإسلام، يعمل إيه؟ يبقى وجبت عليه الهجرة. طب المسلم أساسا ينفع أن يقعد في بلد تحارب الإسلام؟ لا، ما ينفعش. لأن احنا لما بنروح نقعد في بلاد تحارب الإسلام المفروض ان انت رايح مش خادم، يعني انت مش رايح تعمل مصالح، انما انت رايح لإقامة الدين. وإقامة الدين قد تأتي بالمال، وقد تأتي بالجهد، وقد تأتي بالدعوة، وقد تأتي بالمشاركة، وقد تأتي بالهيئة، وقد تأتي بالسلوك. يعني النطاق واسع. لحد يفكر أنا بقول لا، نطاق واسع بس مش هو ده مجالي، يعني مش هو ده اللي أنا عايز أوضحه دلوقتي. أنا عايز أوضح أن هجرة من أسلم في دار الحرب فإنها واجبة عليه. هذا كلام العلماء، كلام واضح. جابوا الكلام ده من الآية اللي بتقول إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا، الملائكة بقى بترد عليهم بتقول لهم إيه؟ ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ شوف النص بقى اهو، إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. فين الظلم؟ إنه قاعد في بلاد الكفر، وهذه البلاد ليست مسالمة لدينه، وإنما هي عدوة لدينه. خلي بالك، دي عدوة لدينه. فلما كانت عدوة لدينه ومحاربة لدينه وجب عليه أن يتركها وألا يقبل أن يعيش مستضعفا. الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟
انتوا ليه ما تهاجروش في أرض الواسعة؟ أرض الله واسعة. ليه ما اخترتوش مكان فيه إسلام يقام فيه الدين ورحتوا تقعدوا فيه؟ ايه اللي يخليكم تعملوا كده؟ ربنا يقول فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. كان عنده هجرة من مكة المدينة خلصت. النوع الثاني هجرة من أسلم في دار الحرب. يبقى أي واحد في بلد غير مسلمة مستضعف فيها أو بلده هذه البلد تحارب الإسلام ينبغي عليه أن يهاجر منها على طول قولا واحد من غير ترتيب ولا نقاش. وآدي النص: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. يعني أنا دلوقتي لما يحدث استفتاء في دولة بمنع الآذان الذي هو شعار الإسلام وشعار الصلاة، أعمل إيه؟ أوافق وأنا عايش هناك؟ لا، أنا أرتب أموري للعودة. هرتب أموري بقى في شهر، في 2، في 6، في سنة، مفيش مشكلة. أقول بقى أسعى جاهدا للدعوة وإن أنا أرجع الموضوع. انسى انسى. ربنا قال في القرآن وما تخفي صدورهم أكبر. ريح نفسك. هو بس بهرك بالتقدم التكنولوجي بتاعه وخلاك أنت تجري وتروح وتشوف وبتاع، والدنيا تتغير والمعالم تتغير. ولذلك الإنسان لا يطيق أن يجلس في هذه البلاد أكثر من شهر. أنا أعتقد عمري في حياتي قعدت أكثر من شهر، أقصاها يمكن 33 34 في أي دولة من الدول. يعني هو الفكرة الهدف دعوة. يبقى خلاص خد المقصد منه. وخلي بالك لو أي واحد مهما كانت درجته سافر لمقصد غير الدعوة أو مقصد مع الدعوة تفسد الدعوة. خلي بالك بقى من دي. يعني أنت رايح، ودي كلام للدعاة، لأهل العلم من الدعاة. لو أنت رايح للدعوة ومع الدعوة يعني حبة محاضرات كده بفلوس، ما تنفعش. ده الآن أصبح واجبا على العلماء السفر إلى هذه البلاد على نفقتهم الشخصية ومن خالص مالهم، مضحين بأموالهم وبأنفسهم في سبيل الله. احنا مش عايزين ادعاء، مش هو كلام وحكاية، لا، ده لازم يحصل كده. الآن لازم يجند فرق من أهل العلم ويتحركون في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى من خالص مالهم. لا يستنى بقى لما تجيله منحة، ولا يستنى بقى لما حد بتاع المركز يبعته له مركز إسلامي وياخدوه يفسحوه ويلفوا بيه شمال ويمين. ما يستناش. الحكاية مش محتاجة انتظار. هو ده دور العلماء. أنا ما لي علاقة بالدور السياسي لأن أنا ما أفهم في السياسة. أنا بتكلم في دور العلماء وأهل العلم. إيه دورهم هنا؟ دورهم إن يوعوا الناس اللي موجودين إن أنتوا رتبوا أحوالكم للعودة إلى بلادكم المسلمة. دي نمرة واحد. وبعدين سيبوا بقى مجال الدعوة للدعاة. والدعاة اللي رايحين مش رايحين بفلوس، مش رايحين ياخدوا فلوس، مش رايح بأجر، لا، ولا رايح عشان يتفسح، ولا رايح عشان يشوف البلاد إطلاقا، لا، ما يعملش كده. إنما هو رايح للدعوة، يبقى للدعوة من خالص ماله، وكل النفقات من عنده هو من خالص ماله، عشان تبقى العمل ناجح. والله فيها من الفوائد ما لا حصر له. الذي يضحي بماله وبنفسه ويتحرك للدعوة إلى الله في هذه البلاد ناجح مستفيد. لكن ما يقعدش بقى يستنى لما حد يقول يا جماعة انفقوا على الدين، شوفوا حد يجري جيش الجيوش ويطلع العلماء عشان يروح يقولوا قال الله قال رسول الله. فين قال الله قال رسول؟ قال الله رسول من خالص مالك انت، من جهدك انت، من عملك انت، عشان تبقى خايف على العمل اللي انت عامله، لان لابد ان تكون هناك تضحية. هي دي التضحية. يبقى انا كنت قلت الحلقة اللي فاتت ان كنت هتكلم عن مسؤولية الدين. سبحان الله، ما اعرف يعني هي جت كده على الهوا حتى، وانا ما اتكلمت عن مسؤولية الدين. حتى بعض الناس يرسلوني ان ليه ما اتكلمت عن مسؤولية الدين، لكن هو دخل اتصالات وكذا. لكن شوف برضو رجعنا تاني نتكلم على مسؤولية الدين. الآن أهل الدين من العلماء مسؤوليتهم الآن أن يتحركوا إلى بلاد الكفر
لدعوتهم إلى الله عز وجل من خالص مالهم، دون الانتظار لتجارات ولا لكذا ولا كلام من هذا، ولا الحصول على أموال ولا امتيازات. دعك بقى من الدول بقى العربية وغيره اللي الدنيا فيها كويسة، لا روح اتحرك، انفق انت بقى شوية وروح اتحرك. أنا عندي هجرة من أسلم في دار الحرب فإنها واجبة،